توأم الشعلة توصيف لعلاقة مريضة، توكسيك، علاقة كلها تعب وعذاب وألم، مفيش منها أي شيء إيجابي، ومفيش منها شيء واضح في الحياة. واللي بيستعذب الألم أو بيستعذب العذاب في العلاقة فتم توصيف العلاقة دي عشان يفضل مستمر. بالتالي اللي وصفها بالشكل ده اللي قصاده هيفضل يتفرج على الفيديوهات، هيفضل يسأل، هيفضل يعمل قراءات، هيفضل باستمرار مستمر فيها، عشان هو حابب يصدق عواطفه ومشاعره فقط لا غير، مش حابب يصدق أرض الواقع. فلما حد يجي يقولك توأم الشعلة، هو غالبا بتبقى علاقة ملهاش أي 30 لازمة في الآخر غير الوجع فقط لا غير. فلو فضلتي ماشية وراها بتضيعي من وقتك وبتتعبي قلبك ومشاعرك وعقلك وطاقتك وكل حاجة. يقولك ان الواحد ليه اكتر من توأم روح، لكن توأم الشعلة مثلا واحد، او دي علاقة توأم شعلة، مسميات الغرض منها التضليل والوجع فقط لا غير، والاستمرارية في التركيز على شيء ما منوش فايدة غير الوجع. لا، بتبقى علاقة اتنين مرتبطين، ممكن تكون هي في علاقة بتبقى فيها علاقة ثلاثية، أو فيها نوع من أنواع الأنانية والجحود وعدم التخلي، إن هو مش عايز يرتبط بالشخص اللي قصاده، سواء راجل أو امرأة على فكرة، بنت أو ولد، بس عايز يفضل مخليه في حياته بلا هدف، لمجرد تغذية نوع من أنواع العواطف، أو حد يرمي شيلته على الآخر، فمفيش داعي خالص، وما بياخدش خطوة. وبعدين توأم الشعلة يقولك فيها المطارد وفيها الهارب، انه حد بيطارد حد عشان يفضل يخليه معاه، فيفضل يجري وراه، فيفضل يهتم بيه زي عن اللزوم، والتاني بيهرب منه. وعلى ايه؟ ليه اعمل في نفسي؟ ليه انت تروحي تطاردي بني ادم مش عايز وجودك في حياته او عنده مشاكل نفسيه؟